سفيان رحيمي هو لاعب كرة قدم مغربي، ولد في 2 يونيو عام 1996 في الدار البيضاء. بدأ مسيرته الكروية في مدرسة نادي الرجاء الرياضي، حيث تدرج في مختلف الفئات العمرية حتى وصل إلى الفريق الأول. في موسم 2017 إلى 2018 أعير إلى فريق النجم الرياضي البيضاوي، حيث تألق بتسجيل 15 هدفاً في 28 مباراة. عاد بعد ذلك إلى الرجاء وبرز في المنافسات الأفريقية، حيث ساهم بشكل كبير في فوز فريقه بكأس الكونفدرالية الأفريقية في عامي 2818 و2909. أظهر رحيمي إمكانياته كلاعب جناح يتميز بالسرعة والمهارة، ولعب دورا حاسما في انتصارات الرجاء، بما في ذلك الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر الأفريقي. في عام 2021 انتقل إلى نادي العين الإماراتي مقابل 2,567,000 يورو، وواصل تألقه بتسجيل 37 هدفاً وصناعة 36 تمريرة حاسمة في 69 مباراة. لعب رحيمي دورا محوريا في فوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا 2024. في المباراة النهائية ضد يوكوهاما مارينوس الياباني سجل هدفين حاسمين، وتسبب في طرد حارس الفريق المنافس، مما ساعد العين على الفوز بنتيجة 5-1. رحيمي توج بجائزة أفضل لاعب وهداف البطولة بعدما سجل 13 هدفاً، معادلاً الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من البطولة. إلى جانب أدائه في النهائي، تألق رحيمي طوال البطولة، حيث سجل في جميع الأدوار، بما في ذلك هاتريك في نصف النهائي أمام الهلال السعودي. آراء المحللين حول تألق سفيان رحيمي في دوري أبطال آسيا 2024 كانت مليئة بالإشادة. المحلل العراقي أيوب الحديثي وصفه بملك المناسبات الحاسمة، مشيرا إلى أنه قاد العين لتحقيق لقبهم الثاني في دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل، بفضل أدائه المتميز في المباراة النهائية. في المباراة الأخيرة بين العين والهلال السعودي في 21 من أكتوبر 2024، ورغم خسارة فريقه بنتيجة 5-4، تألق سفيان رحيمي بتسجيل هاتريك. سجل أول أهدافه في الدقيقة 39، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 76 ليقلص الفارق، وأتم الثلاثية في الدقيقة 90 و6 دقائق عبر ركلة جزاء. إلى جانب سالم الدوسري الذي سجل هو الآخر هاتريك للهلال، كان رحيمي أحد أبرز نجوم اللقاء. المحللون أشادوا بأداء رحيمي القتالي وفعاليته في الهجوم، حيث تمكن من قيادة هجمات خطيرة رغم الضغط الكبير من الهلال الذي تفوق بفضل خبرة لاعبيه. ورغم الهزيمة، أظهر رحيمي قدرات مميزة جعلته محط الأنظار في البطولة.